تعرف إن أغلب المؤرخين كدبوا عليك؟ لأن في أجزاء كتير من التاريخ ممكن ما تكونش تعرف أو تسمع عنها حاجة قبل كده. قصص قديمة عن مدن وحضارات اختفت بطريقة غريبة. والنهاردة هاخدك معايا في رحلة بين الواقع والخيال. هنستكشف في تاريخ مدن وحضارات اختفت فجأة وسابت وراها أساطير وحكايات. مدن عاشت وسابت وراها ألغاز ملهاش حل لحد النهاردة. كوباية القهوة بتاعتك والورقة والقلم وخليك معايا، وخلينا نخش المغامرة دي مع بعض. وآخر مدينة دي بالذات هتفاجئك. أنا أحمد طه وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. تاريخ البشر مليان بقصص وألغاز كتير بتتقاطع فيه الأسطورة مع التاريخ، والنهاردة هحكي لك عن مدن وحضارات غالبا هتكون دي أول مرة تسمع عنها. مدن اختفت من على الخريطة، وبعد ما كانت فيها حياة وحركة اختفت واختفى سكانها وسابوا وراهم أسئلة وأسرار كتير. استعد الرحلة في التاريخ المدفون والألغاز اللي لسه عايشة ومكملة، وخلينا نبدأ على طول. بس ما تنساش قبلها تعمل لايك وشير لو عجبك المحتوى. بداية رحلتنا هتكون في المستوطنة الشرقية في جرينلاند، اللي مش بس مجرد مدينة مهجورة. القصة بدأت سنة 985 ميلادية لما استقر السكان فيها لأول مرة وبدأوا يشيلوا الشجيرات ويزرعوا الحشائش كمرعى لمواشيهم. وصل سكانها تقريبا ل 2000 شخص، واقتصادها كان معتمد على تربية الماشية. وفي وقت ما من القرن ال15 انهارت حضارتهم واختفى سكانها بشكل غامض. وعلى الرغم من ان الباحثين جمعوا أدلة كتير عن اختفائهم، زي دراسات ارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف وبرودة المناخ والمرض والتدهور البيئي والنزاعات مع الاسكيمو والاضطراب الاقتصادي، إلا إن مفيش حد يعرف لحد دلوقتي إيه اللي حصل بالظبط. وآخر الكتابات المعروفة في المنطقة كانت عن حفل زفاف في سنة 1408. فضل محدش يعرف حاجة عن المدينة دي لحد سنة 1721 لما المبشرين وصلوا للمكان. العلماء بيرجحوا إن السبب ممكن يكون تدهور المناخ في القرن ال14، أو احتمالية تفشي الطاعون اللي كان منتشر في الفترة دي. وفريق تاني بيرجح وفقا للدراسات الأثرية إن السبب ممكن يكون بسبب تآكل التربة وعدم وجود أشجار في المنطقة كافية لبناء السفن أو إصلاحها أو حتى حرق الحطب. فبين القرنين ال14 وال19 المنطقة تعرضت لفترة من الانخفاض في درجات الحرارة المعروفة بالعصر الجليدي الصغير، وده اللي أكده بحث جديد قادته جامعة ماساتشوستس الأمريكية ونشر في دورية ساينس أدفانسز. ولسه بقايا المدينة موجودة لحد النهاردة كدليل على واحد من الأسرار القديمة اللي الباحثين لحد النهاردة ما لقولهاش تفسير. ومن جرينلاند نروح لوادي هندوز بإقليم السند بباكستان، وبالتحديد مدينة موهينجو دارو المعروفة بتل الموتى، واللي تعتبر واحدة من أكتر الأماكن غموضاً على وجه الأرض. المدينة انشئت في الفترة بين القرن ال26 وال19 قبل الميلاد، وتم إدراجها على قائمة التراث العالمي من اليونسكو سنة 1980، وتعتبر واحد من أقدم الحضارات في العالم. لكن حصل انهيار مفاجئ لحضارة السند سنة 1900 قبل الميلاد، وانهارت المدينة بعدها بسبب تغير مسار نهر السند اللي دمرته الفيضانات. فيضان النهر دفن معظم المدينة في الطمي، وفضلت أطلال المدينة مش معروفة لمدة 3700 سنة، لحد ما تم اكتشافها في 1920. كل شيء بيقول إن سكانها اختفوا في يوم وليلة وبدون أثر. الغريب إن هم لقوا مجموعة من الجثث كتير منها كان مصاب بالتسمم الإشعاعي. إيه اللي حصل في المكان ده بالظبط؟ عملياً محدش يعرف السبب لحد دلوقتي. في ناس قالوا إن السكان سابوا المدينة بسبب الغزو الآري، وناس تانية قالوا إن دورة الرياح الموسمية وقفت عن المنطقة لمدة قرنين، واللي خلى الزراعة في المنطقة دي شبه مستحيلة، غير عوامل تانية زي الزلازل والفيضانات وتفشي الأوبئة. إلا إن الأبحاث الحديثة رجحت إن السبب الرئيسي هو تغير المناخ. رغم كده السبب الحقيقي لاختفاء وخراب المدينة لسه لغز غامض محدش يعرف إجابته لحد دلوقتي. الحكاية الجاية هي الأغرب وسطها، بلدة أشلي في ولاية كانزاس الأمريكية. مجتمع زراعي بسيط كثافته السكانية ما تكملش 700 شخص، وبما إن الكثافة السكانية فيها قليلة فما كانش فيها خدمات حكومية كبيرة. حتى اسم الشرطة الأقرب ليها كان في قرية مجاورة اسمها بلدة هيز. لكن في 8 أغسطس 1952 كل شيء اتغير لما وصل للشرطة بلاغات كتير من سكان المقاطعة عن فجوات سودة في السماء ومشاهدات كتير غريبة. ورغم شك الشرطة في صحة البلاغات دي إلا إنها بعتت عنصر للتحقيق في الموضوع. وبرغم إن المكان ليه طريق واحد بس يوصل ليه، إلا إن فرد الأمن بلغ المركز إنه ما يقدرش يوصل للمكان، واحتمال يكون تاه، لكنه هيكمل في خط سيره عشان يتفاجئ بعد شوية برجوعه للمركز تاني. وبالرغم من الشك في صحة القصة، إلا إن الشرطة طلعت تاني يوم 10 عربيات في الطريق لمقاطعة أشلي، إلا إن اللي حصل اتكرر تاني بشكل مريب، لدرجة إن عمدة تكساس وقتها طلب هليكوبتر تخرج تدور على المدينة، لكن مفيش نتيجة. وبعدها في 10 أغسطس
وصل للشرطة بلاغ إن الشمس ما طلعتش في اليوم ده والأطفال بيتصرفوا بتصرفات غريبة، فقررت الشرطة تبعت هليكوبتر تاني عشان يعرفوا إيه اللي بيحصل بالظبط في مقاطعة أشلي. لكن للأسف الهليكوبتر برضه ما قدرتش توصل أو حتى تشوف المدينة، وفضلت الأحداث تتطور والبلاغات تبقى أكتر وأغرب لحد ليلة 15 أغسطس 1952 ضرب المقاطعة زلزال عنيف بقوة 7.9 ريختر، وكان مركز الزلزال تحت المدينة مباشرة. راح فوق الإنقاذ للمكان، لكن كانت مستنياهم مفاجأة صادمة. فجوة أو شق في الأرض مولع بطول كيلو وعرض 500 متر، وعمقه كان كبير جدا، والبلدة كلها اختفت. مش بس السكان، ده المباني والشوارع والحيوانات وكل حاجة، وبالتالي اعتبر كل سكان المقاطعة في عداد المفقودين. استمر البحث لمدة أسبوعين، وبعدها وقف البحث وتم اعتبار كل سكان البلدة أموات. لكن الغموض ما انتهاش لحد هنا. في 30 أغسطس وبعد يوم واحد من إعلان الوفاة ضرب زلزال تاني المنطقة بنفس قوة الزلزال الأول، ولما وصلت فرق الطوارئ لمكان الحادثة كانت المفاجأة مستنياها. الفجوة العملاقة أغلقت نفسها تماما واختفت. بما إن مفيش ناجين من الكارثة، فالحكاية كلها والشهادات جاية من أفراد الشرطة والصحفيين من بلدة هيز قريبة منهم. فراح المحققين لمركز الشرطة عشان يلاقوا تقارير وبلاغات عجيبة من سكان بلدة أشلي. البلاغات كانت عن ظواهر غريبة حصلت قبل أيام من وقوع كارثة الزلزال. الدليل الوحيد اللي ما تمش محيه عن القصة دي تم تسريبه من اسم شرطة هيز، وهو عبارة عن نسخة من محادثة تليفونية بين واحد من سكان البلدة وكانت اسمها إبريل فوستر والضابط بيتر ويلش اللي استلم البلاغ من شرطة هيز. سنة 1584 حاول الإنجليز إقامة مستعمرة إنجليزية دايمة في العالم الجديد، وبالتحديد في جزيرة روانوك بولاية نورث كارولاينا في أمريكا حاليا. لكن بسبب قسوة الطقس ونقص الإمدادات والنزاعات مع السكان الأصليين تم التخلي عن المستعمرة. وبعد 3 سنين حاولوا يرجعوا مرة تانية في 1587، لكن بسبب مشاكل ملاحة بعض السفن غرقت وغرق معاهم المؤون والمستلزمات المطلوبة لإنشاء المستعمرة. لكن السكان الأصليين ما كانوش مرحبين بوجودهم، وده اللي خلاهم يهاجموا المستعمرة أكتر من مرة. وبالتالي اضطر جون وايت قائد المستعمرة إنه يرجع لإنجلترا تاني لتجديد الإمدادات من الأسلحة والأكل. لكن في إنجلترا حصلت حرب كبيرة بينها وبين أسبانيا المعروفة بأسطولها الكبير، وبالتالي منعت الملكة كل الرحلات البحرية خوفا من هجمات الأسطول الأسباني على إنجلترا، وده اللي تسبب في بقاء جون وايت هناك لمدة 3 سنين. ولما تهيأت له الظروف عشان يرجع تاني للمستعمرة في 1590 ما لقاش أي أثر للمستعمرة وسكانها. كل اللي لقاه كلمة كرو محفورة على شجرة ورسالة منحوتة على سور حجري وهي كلمة كرواتيون، لكنه عرف إن ده نفس اسم جزيرة موجودة جنوب جزيرة روانوك، واستنتج إن المستوطنين سابوا المكان وراحوا للجزيرة دي لأن مفيش جوه المستعمرة أي علامات لحصول أي نزاع أو عنف، وإنهم سابوا المكان وناقشوا الحروف عشان لو حد رجع يعرف مكانه. حاول جون وايت يروح لهم مرتين بسبب عاصفة شديدة وبسبب خطورة الأمواج منعت وصوله للجزيرة دي في مرتين متتاليتين، وفي النهاية قرر جون وايت يرجع لإنجلترا تاني ومات وهو ما يعرفش أي حاجة عن مراته أو بنته. احتار الباحثين في معرفة أسباب اختفاء سكان المستعمرة، فما فيش أي أثر لحصول زلزال أو عاصفة ممكن تتسبب في موتهم، غير إنه ما تمش تسجيل أي غارات للسكان الأصليين على المنطقة في الفترة دي. في ناس بتتوقع إن هم توغلوا أكتر جوه جزيرة روانوك، في ناس قالوا إنهم وصلوا لجزيرة كرواتيون وعاشوا هناك، لكن ولحد النهاردة مفيش أي دليل عن إيه اللي حصل بالظبط جوه مستعمرة روانوك. بما إنك وصلت لحد هنا فأكيد أنت مستني القصة دي. منطقة نبتة بلاية على بعد 800 كيلو جنوب القاهرة و100 كيلو غرب أبو سمبل. نبتة بلاية هي حضارة قديمة نشأت في قلب الصحراء المصرية في العصر الحجري الحديث، كانت موجودة في المنطقة بين 1100 ل 6000 سنة، وكان سكانها من البدو الرحل. ورغم مناخ المنطقة القاسي إلا أن الناس استقروا فيها وأسسوا حضارة، واعتمدوا على الزراعة باستخدام مية الأمطار وربوا الأبقار والماشية. لكن وبالرغم من كده الصحراء الشاسعة ابتلعتهم فجأة وبدون أي أثر وبدون تفسير إزاي ده حصل. لكن بين سنة 1973 ل 1977 تم اكتشاف ودراسة المنطقة عن طريق العالمين فريد ويندروف ورومولد تشيلد، واكتشفوا خلالها 15 بيت بيضاوي الشكل وحفر لتخزين الغلال وأواني فخارية و3 آبار كانوا اتحفروا للاستفادة من المنطقة في حالة عدم وجود أمطار، غير آثار تانية كتير واللي أشهرها الدايرة الحجرية اللي بتتماشى تقريبا مع النجوم واللي تعتبر أقدم دايرة حجرية في العالم،
واحتمال كمان تكون أقدم مرصد فلكي على الأرض. أما عن سبب اختفاء الحضارة دي، بيعتقد إن التغيرات في المنطقة خلت المنطقة جافة تماما فهلك السكان. نظرية تانية بتقول إن خلال فترة من الجفاف الشديد قل منسوب المية، واللي خلق معاها ظروف معيشية مستحيلة أجبرت الناس على الهجرة لمناطق تانية على طول وادي النيل. لكن مفيش أي دليل أكيد عن سبب اختفاء الحضارة دي. الخلاصة يا صديقي إن التاريخ مليان بحكايات وأساطير، بعضها حقيقي وبعضها خيال. أكيد دي مش القصة الأولى اللي اتكلمت عن مدن بتختفي في ظروف غامضة بين يوم وليلة، وزي ما بيتقال إن غياب الأدلة مش معناه بالضرورة أدلة على الغياب. اكتب لي رأيك في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير واشتراك في القناة، وساعدنا كمان نكبر ونقدم محتوى أكبر وأفضل. أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.